أعظم عبادة وقت الفجر، داوم عليها تصب عليك الخير والرزق. يبحث الكثيرون عن أعظم العبادات وقت الفجر، خاصة لما ثبت في شأن صلاة الفجر وقته من فضل عظيم، أخبر عنه القرآن الكريم وأقسم به رب العالمين، ورغبت عليه السنة النبوية المطهرة. أعظم عبادة وقت الفجر تصب عليك الخير والرزق: أولا الاستغفار، ثانيا قراءة القرآن، ثالثا ردد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. المحافظة على صلاة الفجر في جماعة: أذكار الصباح، آخر آيتين من سورة البقرة، آية الكرسي، المعوذات، الصلاة على النبي. إن وقت الفجر يعتبر من أعظم الأوقات عند الله تعالى، قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم يحرصون على صلاة الفجر لما فيها من أجر وفضل عظيمين، فلذلك وقت الفجر هو من أفضل الأوقات لما فيه من دعاء مستجاب، لأن الملائكة تشهد هذه الصلاة، وهي الصلاة التي يغفل عنها كثير من الناس. فقراءة القرآن، ثم أدعو بما شئت فضلا عن أن القرآن الكريم مليء بالأدعية والمعاني الراقية، فإن قراءة القرآن الكريم ومرور بأي رحمة، فاسأل الله عز وجل الرحمة، وإن مررت بآية عذاب أو تخفيف تعوذ بالله تعالى من غضبه وعذابه. والمقصود بقرآن الفجر هو صلاة الفجر، معنى ذلك قراءة القرآن في صلاة الفجر، وينصح الاسترسال بالقراءة وبالجهر بالقراءة، لأن الملائكة تشهد هذه الصلاة. وصلاة الفجر عبارة عن ركعتين، لذلك هي عبارة عن قراءة القرآن. وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ عددا من السور القرآن الكريم في سورة الفجر، وهي ليست مجرد ركعتين فقط، بل هي قراءة سور من القرآن.